الكاتب والإعلامي سعد الدهش. أبو فهد، نرحب فيك اليوم في معرض الكتاب. حياك الله، أهلا وسهلا، شرفتونا. تواجدكم المميز. أنا دائما أقول أن الدعم الإعلامي شيء مكمل للآخر، إحنا لولاكم ولن نكون. طبعا أنتم جزء لا يتجزأ من هذه الثقافة، يعني أنتم الوهج الثقافة أمانة. أنتم ليس سلطة رابعة فقط وحسب، ولكن أنتم مكملين لنا. أنتم أفضل منا لأنكم أنتم بجميع المجالات، إن لم يكن هناك داعم إعلامي. بالنسبة لمعرض الكتاب، إحنا محتفلين في المعرض كونه جاء بعد انقطاع بعد فترة الكوفيد. الكل مبتهج في روح محبة وتعاون وتكاتف بين كدور نشر، بين الإدارة القائمة اللي لا تألو جهد لخدمتنا. أشكر القائمين على هذا المعرض اللي وفرت لنا. كافي أن المبادرات اللي قامت، أن المعرض مجاني، ما تكلفنا، ما دفعنا أي شيء. كافي أن اللي قاعدين يعاملونا بأمانة، على قولتنا احنا عندنا مثلا نقول يا جينا كتين، يعاملونا بمعاملة راقية جدا تعكس دور المثقف. يعني أمانة احنا وهم في خدمة المثقف العربي ايا كان. بالنسبة لدار أروغة، الدار اللي املكها انا، احنا قاعدين ندعم الشباب من المحيط الى الخليج، نوفر. انا عندي كتب من الاخوة العرب من كل مكان، اي كتاب فيه مادة غيمة هادفة تخدم المكتبة العربية فأهلا وسهلا فيه، على العين والرأس. احنا دائما نبحث عن النوع وليس عن الكم. احنا داعمين لكل الشباب، لان احنا لابد ان يكون هناك جيل يتواصل. نحن جيل يعني المخضرم او الجيل هذا، لابد ان يكون السابق، لابد ان يكون هناك جيل لاحق يحمل الامانه. لابد ان مثل ما صارت اليوم السعوديه عادوا وهج الرياضه، وعادوا وهج التلاحم والتكاتف والتراحم وكل هالمعطيات وكل هالمقومات الفضيله. احنا ايضا في دورنا كدور نشر، احنا لازم نعيد وهج الثقافه. هذه حضارتنا، يعني لابد ان امانه نسهم بشكل او باخر في دعم الكاتب والكتاب. ابو فهد، ابتعادك عن المسلسلات التلفزيونيه شنو السبب؟ والله انا قطعت، اعتقد انها صارت يعني امانه اصبح سيطر الغث على السمين. اصبحت القنوات تبحث لما كثير لا اريد ان افصل. ارتأيت اني ابعد عن الساحه امانه بعد ما قدمت. لو لم يكن لي الا عمل طش ورش لاكتفيت به. قدمت عشرات المسلسلات وعشرات المسرحيات، اكتفيت الان في المسرح، اكتب مسرح. اصدرت روايه الان اللي هي رسائل الى سلمى، وعدت للكتب. انا بدأت شاعرا وعدت شاعرا وكاتبا، وطبعا الكتابه مكمله لبعضها مثل ما قلت، سواء كنت شاعر او كاتب او ناقد او سيناريست وهذا. لكن انا تركت السيناريو، ما أدري، رفضت لي في 2010، رفضت لي في ذات العام 3 أعمال تلفزيونية، واكتئبت وحبطت. يعني إذا أردنا أن نكتب شيء جيد يعني يرتقي لمستوى الذائقة الأدبية، يرضي الطموح، يرفض. وإذا يعني هكذا يريد ننزل عند الساحة يعني، أو ما يريد الجمهور، فلا أعتقد. إحنا يا أن نرتقي مستوى الجمهور يا أن نتم منقطعين. واعتقد اني لن اعود، يعني لن اعود، رغم ان اعرض علي فيلم قبل ايام. لن اعود للكتابه، مليتها واستأنتها بكل امانه. المسلسلات الكويتيه عفوا ابو فهد، هل تمثل فعلا الشعب الكويتي؟ بكل صراحه ما اشوفها، ولا والله مش يعني اتهرب من السؤال، ما اشوفها، لان عندي ايمان مطلق ان مش حالك استد فراغ. ما اشوفها جد، ما اشوفها، ولا عني نفسي ولا اكلف نفسي. عندي وقتي استثمر بشيء ثاني اخر. انا اقعد في الساعات الان عند هالدار اجمل، اجد فيها متعه، ولا اقعد نص ساعه قبل التلفزيون. ما عندي استعداد صراحه، لا ذهني ولا نفسي ولا يعني ما تتابع تلفزيون اطلاقا ولا مسلسلات ولا شيء. نتمنى من هالوزير الجديد يغير استراتيجيه الاعلام، يكون عنده، لانه شاب واعتقد انه يتواصل مع كتاب مخرجين ويغيره. وسمعت انه عنده كثير من الطموح ان هذا. اما رؤيه التلفزيونات الحكوميه المسيسه السابقه في ظل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل وجود الانترنت بزمن العولمه، يعني بزمن هذا، وبتظل على السياسه القديمه، انا اقول سكر التلفزيون. شو تخسرون عليه ميزانيه؟ اذا كان يريد هكذا فليسكر التلفزيون، ما له داعي يخسر عليه ميزانيه مكلفه للدوله. يمكن ترجع الفلوس هذه لخزينه الدوله، خزينه المال العام. اما اذا اراد ان يواكب العصر فعليه ان يعني
يتخذ له استراتيجيه معينه، ينادي اصحاب الشان واصحاب هذا ويشوف يضع استراتيجيه ويمشي عليها، وان شاء الله تتابع. يغير احنا سلمنا الوطن العربي من محيطه الى خليجه، من اقصاه الى اقصاه. الاستراتيجيه القديمه اللي هذا ممنوع وهذا مش عارف ايش وهذا مش عارف ايش. انا الحين اصغر طفل بالهذا يفتح الانترنت، يفتح سناب ولا يفتح تويتر ولا يفتح هذا ويشوف التي والتي زين. يشوف يعني اي شيء. ما في حكر الان على الاعلام. انتهى العالم صار قريه صغيره. اليوم فوز المنتخب، قاعد نشوف الاحتفالات من طنجة لدمشق للكويت لليمن. يعني وانتم تعرفون يعني اننا يحتفلون هنا واخواننا في اليمن. دائما يقول لك هذا الانتصار نأى بالشعوب العربية عن الصراعات السياسية وما شابه من يعني خلافات، وتشوفون يعني الخلافات وصلت ذروها واقصاها، لكن الشعوب العربية تحتفل. يعني لما تشوف حتى في صنعاء، صدقني أنا أشوف في التيك توك، حتى في صنعاء، في عدن، في دمشق، يعني فيه كل الوطن العربي. أنا قصدت متعمدا أنا أذكر هذه العواصم. إنك تحتفل في هذه العواصم شيء كبير. يعني إن التساموا، الشعوب العربية تسامت على أنفسها، تسامت على كل حقد واختلاف. هذا حاول بعض الكيانات أن تزرع، أقصد الكيان الصهيوني وما سار على نهجه، أن يزرع هذه التفرقة بيننا كشعوب عربية. احنا شعوب تربطنا مقومات كثيرة، مثل ما قلت ليس الدين فحسب، والعادات والتقاليد ورابطة الدم والأرض وإلى آخره. احنا كلنا يعني ما أدري، والشعوب العربية دائما إحساس الله وهبنا الرحمة، العفو عند المغدرة، الطيبة. هذه الإنسان الطبيعي، أنا أتكلم عن الإنسان السوي الطبيعي اللي يمشي على سجيته. هذه المقومات اللي تميز فيها الإنسان العربي دون سواء. شكرا يا ابو فهد. عفو أستاذ، شكرا لكم.